كائن خطير ومرعب جدا، ممكن يستناك تنام ويبدأ يلعب معاك ألعاب مرعبة، والمرعب أكتر إنه بنسبة كبيرة هيجيلك. الجاثوم. أبطالي وبطلاتي، هلا والله، عامل إيه يا أخويا؟ تمام؟ وإنت يا ست الناس تمام؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قصتنا النهاردة بتحكي عن الجاثوم، فلو انت عارف الحالة دي استمتع معانا بأحداث القصة، أما بقى لو ما تعرفهاش فانت هتعيش في دوامة الرعب، لأن الحالة دي بيقال إنها بتيجي لكل الناس طبعا، والله أعلم. فخلينا ما نطولش أكتر من كده ونغوص في أحداث القصة. قصتنا النهاردة لشاب من المنصورة بيحكي وبيقول: أنا يوسف وعمر 22 سنة، وقصتي بدأت في عمر ال17. في الوقت ده كشاب مراهق كنت بعمل تقريبا كل حاجة غلط، والقصد هنا من الغلط كل حاجة حرام، لا بصلي ولا بصوم ولا بهوب يمة القرآن، وكانت حياتي كلها على الوضع ده لحد ما جه اليوم وكل ده اتغير. في ليلة من الليالي وتحديدا قبل ما ادخل انام بساعتين بدأ يحصل معايا حاجات مرعبة جدا. بدأت كل ما اجي علشان اتحرك احس ان في حد واقف ورايا، احساس بجسم رفيع وكأنه الانسان واقف في ظهري، ولكني لما باجي ابص ما بلاقيش حد، ما بشوفهوش ولا بتخيل بيه غير وانا باصص قدامي. وبدأت دماغي في الليلة دي تتقل قوي، واحساس ان عايز انام بقى زايد جدا، على الرغم من ان الساعة لسه ما جاتش 1 بالليل. انا عارف ان الساعة دي بالنسبة لناس كتير متأخرة جدا، ولكن بالنسبة لحد بينام الساعة 7 و8 الصبح لسه بدري. فكنت حاسس وقتها ان في حاجة ما هياش مظبوطة، ولكني مش قادر اعمل حاجة. شربت شاي وخليت اختي تعمل لي قهوة، ولكن برضو مانيش قادر. فقمت وقلت لهم تصبحوا على خير، انا داخل انام. الكل بنى على وشه علامات الاستغراب وقتها، ولكنهم ما قالوش حاجه لانهم عارفين ان انا ما بنامش دلوقتي اصلا. كانت الساعه وقتها بقت حوالي 1:30. رميت جسمي على السرير وفي اقل من دقيقه نمت. ومن هنا بدات احداث القصه. بعد شويه فتحت عيني وببص في الساعه لقيتها 2:15، والغريبه ان عيني مفنجله وكأني نمت يوم بحاله. فاستغربت نفسي وقمت من على السرير وقلت معقوله ربع ساعه عملت في جسمي كده؟ غريب. ولكن الاغرب هو اللي انا شفته. ببص في الاوضه عندي على السراير تحديدا، لقيت كل افراد العيله نايمين. الأوضة عندي لأنها كبيرة محطوط فيها 3 سراير، سرير ليا وسرير لإخواتي البنات وسرير تالت لأختي المتجوزة. السرير ده حاطينه علشان هي بتيجي يوم في الأسبوع تقعد معنا فيه. وقتها لقيت أمي وأبويا نايمين على السرير بتاع أختي، وإخواتي البنات نايمين على سريرهم. فاستغربت لأن الموضوع كله ربع ساعة، إزاي كلهم ناموا في وقت واحد؟ فخدت بعضي وقمت علشان أدخل الحمام. ومن أول ما قمت من على السرير وانا حاسس بنفس الاحساس، احساس ان في حد ماشي ورايا، وكل ما ابص ما بشوفهوش. فدخلت الحمام وانا متوتر وخايف، وانا جوه سمعت صوت كلام وضحك وهزار، كان صوت اهلي اللي المفروض ان هم نايمين. فطلعت من الحمام وببص لقيتهم كلهم قاعدين في الصالة بنفس المنظر اللي سبتهم عليه قبل ما اخش انام في المرة الاولى. فبدأت اخاف وما اتكلمتش معاهم بولا كلمة. قعدت في وسطيهم في المكان اللي انا متعود بقعد عليه من غير ما اتكلم، لان اصلا حاسس انهم مش شايفيني. وانا قاعد وسطهم متوتر كده اترعبت، لان حسيت ان في ايد عمالة تلعب في شعري. ومش ده اللي رعبني، اللي رعبني لما بصيت لفوق لقيت كائن رفيع جدا ومن غير ملامح، لا مناخير ولا بق ولا عينين. كان رفيع جدا وشكله مرعب، وكان شاددني وداخل بيا على الأوضة، بيعمل كده قدام أهلي وأنا عمال أصرخ واستنجد بيهم، ولكنهم لسه بيضحكوا يهزروا ولا كأنهم شايفيني، أو بالفعل هم ما كانوش شايفيني. وبدأ الكائن ده يدخلني في الأوضة عندي، ودخلت وكانت فاضية وما فيهاش أي حد غيري. وبدأ الكائن يصرخ في وشي بشكل مرعب، رغم اني مش شايف له بق، بس الصوت اللي كان مطلعه كان مرعب جدا. فمن الفزع لقيت نفسي بفتح عيني وببص حواليا، لقيت نفسي على سريري. فعرفت وقتها انه كان كابوس مرعب. وببص في الساعة لقيتها بقت 4:30، واهلي نايمين على السراير زي ما شفتهم بنفس الوضع. ابويا وامي على سرير اختي، واخواتي البنات
على سرير، فبصت لهم كده وانا لسه نايم مكاني وكنت حاسس بالقلق، وكأن نومتهم بالمنظر ده سببت لي عقده. وبالفعل وانا ببص لهم بدأت اسمع صوت ضحك خفيف جدا. ببص على كل اللي نايمين لقيت بقهم مقفول، فجيت اقوم من مكاني علشان اتاكد لا يكون حد فيهم بيعمل فيا مقلب وبيهزر معايا مثلا. لقيت جسمي كله متكتف، او بمعنى اصح مشلول شلل رباعي. مفيش اي طرف من جسمي بيتحرك تماما، ما كانش فيه غير عيني بس هي اللي قادر احركها. وانا في الصدمه دي بدأ صوت الضحك يعلى اكتر، وبدأ يتشكل نفس الجسم الرفيع قدامي. كان قاعد عليا وحاطط وشه في وشي بالظبط، وبدأت احس وقتها ان روحي بتطلع حرفيا، لان لقيت ايده بتتلف على وسطي وعصراني. ففضلت ابص على عيلتي ومتمني ان اي حد فيهم يشوفني ويلحقني، ولكن محدش خد باله ان انا بموت حرفيا، وده لانهم كلهم كانوا نايمين بجد. وفجأة فز عقلي وقتها وقرر يستنجد بربنا، لان هو القادر على كل شيء وهو الوحيد القادر يلحقني من الموقف ده. فبدأت في عقلي وقتها اقرأ آية الكرسي. في البداية اول ما عملت كده بدأت ايد الكائن تعصرني اكتر، ولكني قاومت وفضلت استشعر آية الكرسي في قلبي وفي عقلي، وبدأت احس وقتها بايده وهي عمالة تفك واحدة واحدة. ومع الوقت بدأ لساني يتحرك وينطق الآية، والكائن ده بدأ يصرخ بصوت مكتوم ويتلاشى لحد ما اختفى تماما. ومن بعديها جسمي كله بدأ يرجع لطبيعته. فقمت احمد ربنا وصحيت كل اللي نايمين، فقاموا مفزوعين وسألوني في ايه. فمرضتش احكي لهم وقتها، ولكني طلبت منهم طلب واحد، انهم يغيروا نومتهم. يعني مثلا ابويا وامي يجوا مطرح اخواتي واخواتي يروحوا مكانهم، لان من جوايا اتربى لي عقده من الشكل بتاع النومه دي. ومن الليله دي بقيت مقرب من ربنا بشكل كبير جدا، صلاه وصوم وعباده، كل شيء يقربني من ربنا. وكمان بطلت حاجات كتير غلط كنت بعملها. ومع الوقت حسيت ان ربنا بعت لي الموقف ده علشان يرجعني ليه، لان من فتره بعد الموقف ده بدات انتكس في العباده، وبدات مصليش واسيب حاجات كتير جميله كنت بعملها، وكمان بدات ارجع لحاجات وحشه. فوقتها عشت نفس الموقف المرعب ده، وبفتح عيني في ليله لقيت اهلي نايمين بنفس الشكل اللي مخوفني. وفجاه جسمي اتشل وشفت نفس الكائن، وكان بيحاول يشد عليا اكتر وكأنه بيعذبني. ولكن برضه لما استعنت بربنا أعني عليه وذكرني بآية الكرسي وقضيت بيها على الكائن. فأنا من وقتها مكسوف من نفسي وخايف. مكسوف لأن كل ما استعين بربنا بيعني، رغم إني ببقى مقصر في حقه، وخايف إن يجي اليوم اللي استعين بيه وما يعنيش. فمن الوقت ده وأنا محافظ على علاقتي بربنا. آسف لأني طولت في النقطة دي، ولكنها والله صدقني أهم من القصة كلها. وشكرا. ولحد هنا بتنتهي القصة وبينتهي معاها فيديو النهاردة. لو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك. كان معاكم عبد العزيز أو ملك الليل، وبس كده.